ضع خطة لكل شهر، وكمثال بحث في شهر سأدرس بحثا في هذا الشهر. البحث 60 صفحة، وبالتالي صفحتان يوميا. وإن قصرت اعوض في اليوم التالي، فلا مجال للكمال في كل أمر. لكل مادة وضعت خطة محكمة. وإذا ببرنامجي اليومي يبدأ بالامتلاء. أصل إلى غرفتي أبدأ بما مكتوبا في الخطة. أصل في آخر الليل منهكا إلى فراشي مباشرة. ضع خطتك من الغد، لا أقول لك من اليوم، فقد يكون اليوم في نهايته وابدأ العمل عليه منذ الصباح. ضع المنهاج أمامك وارسم خطتك بيديك. يا صديقي، رحلة وستمر. إن التزمت أو التهيت ستمر بكل أيامها. التزم من قلبي يا رفيقي، التزم، فوالله الخير الذي أعيشه الآن من التزامي في تلك الأيام. فتخيل الوقت. اسعفني يا دكتور، أمام المريض 4 ساعات والعملية تحتاج 7. هل أنتظر وفاته؟ وأقول لن يكفي الوقت. بالطبع لا. ابذل جهدي وجهدي المضاعف والمضاعف، وادعو الله بالتحقيق، وافعل ما يجب علي أن أفعله، فكل شيء قادر على التحقق بوجود العزيمة. وكذلك أنت، مهما كان الوقت الذي تشاهد به هذا الفيديو، إن الوقت الذي أمامك هو وقت كاف. ابدأ مهما كأن الوقت. ابدأ وافتح عقلك وقدراتك. والله لا شيء يعوق الإنسان سوى نفسه. من قال لك إن المنهج يحتاج سنة؟ بالتأكيد أحد الأصدقاء سنة له ولقدراته. لا تقارن تجربتك بالآخرين، عليك بنفسك وعقلك فقط. امضي نحو هدفك، امضي، فإن لم تصب القمر أصبت